مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من تحيا مصر. دايما بنتكلم عن الملف الغذائي، ويعني بالنسبه لنا الامن الغذائي مهم جدا، وده بالنسبه لكل دول العالم. الصراعات اللي احنا بنشوفها دلوقتي على الكوكب هو اساسها في الاول وفي الاخر الصراع على كل يعني المنتجات الخاصه بينا هنا، وايضا كل يعني الثروات المتوفره في كافه انحاء دول العالم. طيب احنا بالنسبه لنا الدوله حابه ان هي طبعا تامن كل المقدرات وكل ايضا يعني المعطيات اللي ربنا وفرها لنا على يعني المساحه المتاحه لينا كدولتنا مصر الحبيبه. طب النهارده بقى ايه الخطه المستدامه الموضوعه في 2030 للتنميه المستدامه، خاصة في قطاع الثروة الحيوانية؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال ضيفنا العالم القدير الأستاذ الدكتور مصطفى فايز، أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس ورئيس المركز العلمي لنقابة الأطباء البيطريين الأسبق. أهلا، منورنا لأول مرة في تحيا مصر. أهلا أستاذ عبير، وأنا سعيد إن أنا في تحيا مصر، مصر الحبيبة. مصر الحبيبة دائما على قلوبنا، ودائما إن شاء الله بعلمائها في المقدمة. احنا بنسعى لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء من البروتين الحيواني، وحابين نعرف من حضرتك الأهداف الموضوعة ل 2030 وكيفية أو إلى أي مدى احنا وصلنا فيها. هي الأهداف كثيرة وواضحة، وإحنا هنركز شوية. يعني هي أهداف زراعية، أهداف الثروة الحيوانية، أهداف الثروة الداجنة، أهداف الثروة السمكية، والهدف ده كله في الآخر بروتين حيواني. والبروتين الحيواني هو نهاية الغذاء، يعني أهم حاجة في الغذاء بتاع حضرتك وغذاء أي حد البروتين الحيواني. اللبن والجبنة والبيض واللحمة دي ما نقدرش تبقى مش موجودة في الغذاء بتاعنا. ففي تركيز على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقبليهم التركيز على القاعدة العريضة الثروة الزراعية. طول عمر مصر عالية وقوية وزراعية، وزي ما حضرتك أشرت كده الجغرافيا بتاعتها جغرافيا كويسة، سواء في المناخ أو في الموقع أو في الاستثمارات. يعني بصي لل27 محافظة، كل محافظة فيها تصلح لحاجات، ليها مميزات ليها خاصة بيها. مميزات. يعني فاكرة حضرتك إيه لما عمرو بن العاص فاتح مصر بعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له إيه؟ هذه بلاد عرضها شهر وطولها شهر، يتخللها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات. وكمل في الوصف. لما تيجي حضرتك النظرة الاستراتيجية الجغرافية لمصر وتضيفي ليها النظرة السياسية، الحمد لله اللي حصلت دلوقتي النظرة السياسية القوية والنهضة اللي ارتفعت عن النهضة أيام محمد علي. يعني محمد علي كان عنده نظرة قوية جدا لمصر ونظرة استراتيجية ونهض بيها، وزي ما حضرتك عارفة نهض بالزراعة وترعة الإسماعيلية وترعة الإبراهيمية وشوية الترع اللي هم بأسماء الأحفاد والأولاد، واهتم بيهم. احنا دلوقتي كل مكان في مصر انت بتحاولي الترع تنضف، بتحاولي كل بغاز موجود في بحيرة من بحيرات مصر العظيمة، البرولوس، بحيرة ناصر، البردويل، كل هذه البحيرات بتتنظف. علشان ايه؟ علشان المية والهواء والبيئة وعدم التلوث، والسمك ياكل اكل كويس وبالتالي يعطيكي سمك كويس. مصر كلها ماشية دلوقتي على اساس ان البروتين الحيواني في الاخر هدف من اهدافها ان هو يعلى النسبة اللي حضرتك بتجي. وعاملين في حسابهم ان مصر في 2050 هتبقى 225 مليون زيادة سكانية. زيادة سكانية. بس السياسة موضوع على أساس إنها دي تبقى قوة عاملة نافعة ومفيدة. عايز أضرب لحضرتك مثل في الحتة دي في الدواجن، وحضرتك يعني البرنامج مهتم الحقيقة بكل الغذاء. في الدواجن انت كل 5000 فرخة بيقوم عليها 3 عمال، ال3 عمال يتبعوا ل3
اسر. الثلاث اسر دول عايزين ياكلوا ويشربوا. لو مصر ما اخدتش بالها، بس هي واخده بالها بحمد الله، من انها لازم توسع انتاجيه الدواجن وتزود الاعداد بتاعه الدواجن. اولا عماله، وعماله وطنيه، واستفاده من المناخ، واستفاده من الحاجات دي. والصناعه من الممكن ان تنجح نجاح عظيم في مصر. ليه؟ على اساس ان النجاح العظيم ده هيجي منين؟ من في مناخ، في عماله، في تكنولوجيا، في علماء موجودين في هذا القطاع كويس. مصر بقى في في مبادرات الخطه، ايضا في حكوميه المبادرات. داعمه. المبادرات مم. انقسمت قسمين: مبادرات كبيره بتشجيع الكيانات الكبيره واتحاد الدواجن، ومبادرات الصناعات والمشروعات الصغيره. المشروعات الصغيره مش في الدواجن بس، في مشروعات صغيره في البط، في مشروعات في الارانب، في مشروعات في كل نوع من انواع الدواجن. وفي ما مشروعات حدث ومبادرات ايضا في الثروه الحيوانيه ككل، سواء في مزارع حتى سمكيه او حتى مزارع تمام. هي لصغار المربيين بالظبط، بالنسبه بالظبط. للمواشي. يعني في كل المجالات متاح ده. وكله متاح على المستويين: المستوى الصناعة والمستوى الصغير. نفس الكلام بالظبط في صناعة الألبان. انت بتشجعي الكيانات الكبيرة في صناعة الألبان. في مم. كيانات كبيرة جدا زي دينا كده وزي غيرها في صناعة، وفي عندهم 1000 بقرة فريزيان و2000 بقرة فريزيان، ودول صناعات كبيرة جدا وعندنا بتدعم المبادرات الخاصه وعاملين. بتجميع الالبان. اه ده للمشروعات الصغير. الصغيرة. اه برافو، ده يعني للمشروعات على الصغيرة. الشق زي ما حضرتك قايل الكبير موجود، وعلى الشق الصغير بالنسبه لصغار المربيين. وبقوة. مم. والدولة أتاحت لهم يعملوا اتحاد منتجي الألبان، فبقوا قوة. وزارة الزراعة والدولة بتساعدهم على هذا، وبتعرف متطلباتهم. ليه؟ لأن هم اللي في السوق. دكتور يعني مصطفى، مش عايزين نستورد انا مش لبن. عاوزه اقطعك، بس لو قلنا ايه اهم المبادرات اللي انت لامسها من واقع ان انت خبير في هذا المجال، اللي فعلا هتوصلنا لاهداف الاستراتيجيه المستدامه في 2030 باريحيه. هو أهم حاجة، يعني لازم النقاط بعد إذنك يا اه أستاذ لا عبير، يعني لأن مثلا في السؤال ده مبادرات حلو قوي. كبيره. هقول لحضرتك هي أهم حاجة وجود الإرادة السياسية، ودي اللي احنا لازم كلنا نستفيد منها. ما دام في إرادة سياسية أن هذا البلد تنهض وتأكل من فأسها، وعندئذ ستفكر من رأسها. مم. ما دام هذه الإرادة السياسية موجودة، لأن أنا لو أكلت البروتين ولقيت اللبن ولقيت اللحمة، خلاص يبقى كده كرامة مواطن فعلا. و... وده ما يجيش غير باستغلال جميع الموارد وجميع الجغرافيا او اللي بيسموها الجيوسياسيه دلوقتي. مم. على المستوى الكبير انت بتشجع الكيانات الكبيره وبتشجع الصغيرين وبتديهم قروض وبتساعدهم وبترجع حتى ايفن الشراكه، وبترجع حاجه جميله اسمها الزراعه التعاقديه. الزراعه التعاقديه، انت لو زرعت قمح او زرعت رز وتعاقدت على بيعه وبالسعر العالمي واحسن من السعر العالمي، يبقى انت وانت بتزرع امن، خلاص هتورد القمح بتاعك. نفس هذا الكلام بيتعمل في الدواجن. يعني بتحصل زراعه تعاقديه مع الشركات الكبيره. احنا شركه بتدي مم. الكتاكيت، شركه كتاكيت، الكتاكيت اللي بتدي الكتاكيت في شركه تانية بتربيها في مجزر ثالث، وشركه بتاخد الانتاج وبتعمل اصعب حكايه واجمل حكايه وهتشوفيها قريب: حكايه التسويق الصحيح، مم. تسويق المبرد والمجمد مم. وعدم التلوث. بس ايه؟ بتعاقد. يعني انا مش هخسر كمنتج، مم. لان كل طبعا يعني سياسه يعني او العقود التعاقديه دي بتامن الزراعه التعاقديه. وبتدي شعور كمان بالاستقرار. انت اه هتاخدي منتجي، يبقى انت فعلا بتدعميني انا كمنتج. علشان كان في مقولة زمان بتقول ان مصر هي جنة الوسيط او جنة السمسار او جنة الناس بتوع البورصة مم. المتحكمين فيها، ونار المنتج. يعني المنتج ممكن يخسر، ونار المستهلك. الزراعة التعاقدية بتمنع الوسيط الوسيط، بنقضي عليه. بتقضي عليه، مم. وبتوفري اسواق ومنافذ. وده اللي بيحصل في كل الحاجات دلوقتي. ده فكر استراتيجي
هياخد وقته انما هينجح. برضو الفكر الاستراتيجي الثاني ان البوبيوليشن او النسمات مش هتبقى عليكي، ده معاكي. يعني بمعنى ايه؟ هتبقى في وظائف لكل مواطن، وده حاجة كويسة ده في تحدي الانتاج كبير الحيواني. جدا. بس هنشوف مع بعض هذا التقرير عن استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية، ونرجع نكمل حوار. تعتبر استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة خارطة طريق شاملة وضعتها الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الثروة الحيوانية. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي في قطاع الثروة الحيوانية، ومناقشة التحديات والحلول المقترحة ضمن إطار استراتيجية 2030. ومن أهداف استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية زيادة الإنتاج المحلي، تحقيق الاكتفاء الذاتي، تحسين جودة المنتجات الحيوانية. وتقوم الدولة بمجموعة من السياسات والمبادرات لتحقيق الأمن الغذائي، منها دعم صغار المربين والمزارعين، تطوير البنية التحتية والتعليم والتدريب. ومن التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية ندرة الموارد المائية، ارتفاع تكاليف الإعلاف والأمراض الحيوانية. ومن الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات تطوير أنظمة ري حديثة، دعم إنتاج الأعلاف محلياً، تعزيز نظم الرعاية الصحية البيطرية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، ودعم البحث العلمي. ويتطلب تحقيق أهداف استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تبني السياسات الداعمة والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز البحث العلمي والتعليم، والذي يمكن مصر من تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة قطاع الثروة الحيوانية للأجيال القادمة. دكتور مصطفى، ليك أي تعليق على التقرير اللي سمعناه؟ التقرير في منتهى الجمال وتقرير حقيقي. النهاية ان انا براعي المنتج، براعي الفلاح، براعي كل واحد بيقدم لمصر حاجة. حتى دلوقتي انت بتراعي الثروة السمكية، بتراعي الصيادين، بتفتحي ليهم مجالات عمل، عاملة الزراعة التعاقدية، عاملة مراكز الألبان. كان من غير مراكز تجميع الألبان دي أنا لو عندي 5 بقرات أو 10 ومش قادر أسوقهم تبقى عملية صعبة، أو بقرتين حتى، إهدار بوديهم لمركز للكميات. تجميع الألبان اللي اتعمل. مركز تجميع الألبان بعد كده إيه؟ على طول بيوديهم لمصنع الجبن، مصنع أو بيوردهم على طول. فده كله حميت أنت المنتج. وكذلك في الزراعة، وانت لما بتزود رقعة الأرض الزراعية زي ما هو المستهدف، يبقى أنا بزرع القمح بتاعي. لما أزرع القمح بتاعي أنا باخد القمح وباخد التبن. التبن ده مهم هي جدا، دايرة بتدور دايرة كلها يعني واحدة. والأصل الزراعة. وزارة الزراعة من أكبر وزارة في مصر طول عمرها، والمفروض إنها تدخل أكبر، يعني فوق 20%. المفروض تدخل أكبر من 20%، وده المنتظر. وانت عندك مصر كلها بصراحة خير، يعني أرض خير. طب كل ايه محافظة التحديات فيها الرئيسية اللي بتواجهنا في المشروعات الثروة الحيوانية في الوقت الراهن؟ في إذا تخلت الإرادة السياسية عن دعم الفلاح لا، ودعم الإرادة المنتج، السياسية موضحة جدا ما أنا دعمها. هنا لكن بأكد هذا علشان هي عاملة خير كبير قوي
انها بتدعم، ما يعني يجيش حد، ما احنا يجيش حد. الاراده دي ما شفناهاش من سنوات عده. ما من ساعه محمد علي، من ساعه محمد علي، لان محمد علي فعلا حاول يدخل السلالات الجديده وحاول ينهض بالثروه الزراعيه. وحصل، انت بتساليني سؤال في منتهى الاهميه بيتكرر تاني، ان انا ساعات ما اقبلش التكنولوجيا الجديده، ما اقبلش الحداثه، ما اقبلش اطلع من ارضي انا الضيقه الى الصحراوي. واتعمل ان ناس اخدوا في الصحراء، وبعدين لما اخد 5 فدادين و10 فدادين باعهم، وهو مهندس زراعي او طبيب بيطري او لان راجل التحديات كانت منتج. اكبر منه. لان فدلوقتي بنرجع تاني، بتتملك اراضي وبتعطى اراضي وبتعطى قروض من اجل نهضه زراعيه حقيقيه. فنفس الكلام، مع بقى نفس تفادي الكلام الاخطاء الماضي، مع تفادي، نفس الكلام في الثروه السمكيه، نفس الكلام في الثروه الداكنه. ده هيعمل انتاج وفير، خاصه ان الاراده السياسيه واخده بالها من مواطن القوه ومواطن الضعف، وعماله بتعمل وبتدي الماليات وبتسمح بمناخ كويس وبتمنع الاحتكار، وده كويس لان منع الاحتكار ده هيخلي احنا بناخد خطوات فيه، بس هو يعني طبعا نرجو المعروف ان هو يعني، بس صعب بتؤكدي قوي. عليه، بس بتؤكدي عليه، يعني بتؤكدي على الدعم، بتؤكدي على ان الفلاح لازم يستفيد، لدرجة ان هيجي وقت الناس هتحس بقى ان الارض دي كل حاجة، وان الارض فيها الزرع وفيها الخير. هيبقى الارض اهم من المدن، والتكنولوجيا هتوصل لكل مكان. وما تنسيش حاجة مهمة جدا، البنية الأساسية وصلت لكل مكان، البنية الأساسية والشوارع احنا والطرق. عندنا اكبر مشروع على مستوى العالم، وهو حياة كريمة للنهوض بالريف المصري. معنى كده ايه؟ ان التسويق هيبقى كويس، تسويق المنتج بتاعك هيبقى كويس، يعني لان انت وصلت بنية أساسية وصلتها للمشروع اللي انا عامله، سواء كان مشروع كبير فمبادرة او زي مشروع كده صغير. هتأثر على الثروة الحيوانية بشكل او اخر. وانتي بصيتي لثروات حقيقية. انتي تعرفي حضرتك ان بحيرة ناصر دي كنز، وكنز كبير جدا. بحيرة البردويل نفس الكلام، مجرد الاهتمام بيها، كل هذا الاهتمام والتنظيف بقى انتاجها اعلى. الكفر الشيخ، انتي عارفة ان احنا 7 دولة في انتاج السمك البلطي، و7 دولة في انتاج السمك البلطي. احنا اعلى من كده الحقيقة. وانتاج السمك المستزرع حلو قوي، لان احنا عندنا، والاستزراع البحري بدأ وبفكر جيد جدا. الاستزراع البحري شركة قناة السويس وغيرها ماشية فيه كويس قوي. ليه؟ لان انت عندك فوق 1000 كيلو ساحل بحر ابيض متوسط، و1000 كيلو ساحل بحر احمر، وعندك بحيرات مش موجودة في العالم كلها وانتاجها عالي. فالاستفادة من ده حاجة في منتهى الجمال. عمل بنية أساسية وطرق وكباري علشان نتواصل مع بعضينا، وصرف إنتاجي. عمل مراكز لإنتاج الألبان، دواء كويس. بس أهم حاجة مناخ الاستثمار، أنت بتدي أمان فيه واستقرار. الحتة دي عايزة شرح شوية. الاستقرار يعني أنت الأول لازم تعمل وفرة من الإنتاج، وفرة من إنتاج الدواجن، وفرة من إنتاج محلي. بفكر وبسياسة. وبعدين لما تعمل وفرة تعمل استقرار. اللي بيساعدك على الاستقرار إنتاج الدواجن، لأن إنتاج الدواجن مش موسمي، ده على طول. أنت بتعمل زي ما حضرتك عارفة 45 يوم. تمام، 45 يوم. وفي ناس وصلت ل6 دورات في السنة. يعني ساعات الفراخ دلوقتي تكنولوجيا إنتاج الدواجن، بجيب الفراخ كتكوت على 30 يوم، 35 يوم، 2 كيلو استغلها. بعديها دورة تانية، بعديها دورة تانية، يبقى دايما السوق فيه وفرة. دي بتسمح لك بإيه؟ ممكن كانت بتسمح لنا زمان بالتصدير. حصل الضربات اللي هي صناعة الجوع، اللي هي انت عندك الدول اللي حواليك كلها بتقع، وفي حصار، وفي ناس عايزة البلد تجوع. فانت بتعملي نظام قوية للتوفير، توفير المنتج من البروتين الحيواني، وبعدين عايزاه يستقر. بيبقى صعب استقراره مع الثروة السمكية، لان انت بتحصد المحصول مرة واحدة في السنة. السمك البلطي مرة واحدة في السنة. فلا بد ان تكملي من الاستزراع البحري. والاستزراع البحري ده
حاجه جميله جدا. واستزراع، وفاكره الاقفاص اللي كانت في النيل والكلام ده، في اماكن في منتهى الجمال فيها. فحصل بعض الاخطاء في السياسات الماضيه. دلوقتي في رؤيه واضحه وقويه في الثروه الداجنه والثروه. بس خدي بالك، عايزين تشجيع وعايزين دعم، ومش عايزين جمارك ومش عايزين ضرائب، لان ده كله يهدم لك هذا. جمارك على مستلزمات الانتاج، وعايزين تشجيع على التصدير. ان ما قدرتش تصدر لاوروبا، صدر للبلاد العربيه، صدر للي حواليك، صدر لافريقيا، وهكذا. ففي رؤيه سياسيه قويه في الاستراتيجيه اللي احنا سمعناها دي. بس والحقيقه محتاجين خلق فرص استثمارية أكثر بغطاء كمان استثماري مستقر للكبير والصغير يا استاذ عابر. آه. للكبير والصغير، شجعي الكيانات الكبيره وشجعي الكيانات الصغيره، واوعي تسيبيها تقع منك او مهمة تخرج جدا. من السوق. يعني مش الكيانات عايزين نضرب الصغيرة هي امثله، اللي انما واضح ان في وضوح بيقوم في عليها هذه في الرؤيه. صناعات زي صناعات الدواجن. دعم المنتج، دعم مستلزمات الانتاج، رفع الجمارك على مستلزمات الانتاج، الضرائب، تشجيع التصدير، تشجيع كل منتج. وما تنتجش حاجه واحده طب بس، بس يا لازم دكتور مصطفى، توازن، لازم توازن. بس انت ما جبتش السيرة خالص عن البحوث والتكنولوجيا الحديثة اللي بتدخل برضو في إنتاج الثروة الحيوانية، البحث العلمي. كلام مظبوط. احنا عايزين نقول ايه؟ الدولة بتعمل مناخ للإنتاج الحيواني جيد وجيد للاستثمار. مناخ الإنتاج الحيواني ده عايز سياسات وتشريعات، وعايز مدخلات إنتاج وموارد، وعايز تكنولوجيا. التكنولوجيا دي مهمة. التكنولوجيا، في تكنولوجيا تقليدية وفي تكنولوجيا حديثة، وفي توليد التكنولوجيا. توليد التكنولوجيا أنا محتاج إيه؟ محتاج أنهي تكنولوجيا؟ أنا محتاج تكنولوجيا في بيوت الدواجن. أنا الفراخ نفسها تكنولوجيا. دي حتة في منتهى الأهمية. من 10 سنين كانت الفرخة علشان تكمل 2 كيلو وزن أو كيلو ونص وزن كانت تاخد لها 6 شهور. لا آسف، من 50 سنة، من 50 سنة، من 50 سنة فضلت التكنولوجيا البريدنج أو تكنولوجيا الانتخاب والتهجين لحد ما بقت الفرخة 2 كيلو و3 كيلو في ظرف 30 يوم. 30 يوم دي تكنولوجيا. التكنولوجيا دي بتستلزم ايه؟ امهات، اهم حاجة. والامهات بتستلزم جدود، والجدود تستلزم اصول. يبقى انا كسياسة لازم احافظ على الامهات واحافظ على الجدود واحافظ على الاصول. خدي بال حضرتك، احنا عندنا صناعة دواجن وعندنا صناعة امهات وعندنا صناعة جدود وعندنا شركات كبيرة. انهارت بعض شركات الامهات اثناء اللوجيستيك بتاع اوكرانيا، ما لقوش ياكلوا. تخيلي ليه؟ علشان انا ما كنتش عامل ايه؟ زراعة في مصر للفول الصويا وزراعة للذرة. خلاص الحتة دي بقى دلوقتي كل التركيز على ان انا ازرع ارضي وافكر من راسي واوفر المدخلات الصناعه، واوفر مدخلات الصناعه وتوليد التكنولوجيا. يبقى انا عندي بريدنج، انا نفسي يبقى عندي بريدنج في كل حاجه. اطور الجاموس المصري وبيتطور. اطور الجاموس المصري يعني ايه؟ اعمل فيه انتخاب وتهجين واستمسك بيه واجيب الفريزيان، وده اللي حاصل بالظبط. والناس بتستورد وبتستورد سلالات كويسه، ومع ذلك انت مش هتستغني عن اصولك في الانتاج الحيواني. اخر سؤال، انت مستبشر خيرا بالخطوات اللي احنا بنتخذها في الحاضر دلوقتي اللي وصلنا للتنميه المستدامه في 2030؟ غايه الخير وغايه التفاؤل، غايه الخير وغايه التفاؤل. مصر هتوصل لمستويات غير مسبوقه خاصه في الثروه السمكيه. طب ليه؟ خدي بالك، عندي 30 ثانيه. ها؟ لا مش يعني هي بعد 2030 لان 2030 فاضل لها 5 سنين. انا بتكلم، لا انا بتكلم انا قدامي في الحلقه خلاص بختم، فسريعا يا دكتور. احنا كلنا لابد ان نؤمن بمصر وبتحيا مصر وبارض مصر وبخير مصر، وكلنا يجب ان نعمل من خير مصر. ان احنا هنوصل ل يعني مستوى رائع جدا من الثروه الحيوانيه. لان انت هتستغل موارد. ليه؟ لان انت فهمت دلوقتي وفهمت قد ايه
البلاد اللي حواليك عايزينك تقع، فلا بد أن أستبسل، ولا بد أن أزرع أرضي، ولا بد أن أعمل مشروعات كبيرة، ولا بد أعمل مشروعات صغيرة، وأدعم كل واحد. دعه يمر، دعه يعمل. أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ الدكتور مصطفى فايز، أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس ورئيس المركز العلمي لنقابة الأطباء البيطريين الأسبق. شكرا لوجودك معنا. شكرا أستاذ عبير، أنا في غاية السعادة في وجودي مع حضرتك. يعني ودائما أنت وأبدا تحيا متألقة مصر. ومحاورة جيدة وأنا مش نورتنا يا فندم. قادر عليك. مشاهدينا في كل مكان، دائما وأبدا تحيا مصر. نراكم الأسبوع المقبل إن شاء الله في أمن وسلام.